ولع فيها وهي حية بعد ما كان بيقول لها انه بيحبها حب عبادة. ولما راحت لحماتها علشان تنجدها وتطفيها زقتها وقالت لها دوقي من اعمالك. ومن كتر غيرة الحما منها قفلت عليها الباب علشان النار تمسك فيها اسرع. والسبب في كل ده محدش يتوقعه. إلهام بنت من محافظة الغربية، عندها 22 سنة، كانت دايما بتحلم انها تكمل تعليم لحد ما تتخرج ويبقى معاها احسن الشهادات. التعليم عندها كان رقم 1، وعشان كده ما كانتش بتفكر في الجواز لحد ما جالها عريس وقال لها انه بيحبها ومصمم انه يتجوزها وما عندوش اي مشكلة تكمل تعليمها وانه هيخليها ملكة متوجة في بيتها. إلهام وقعت في غرامه واقتنعت بالجوازة بعد ما عرفت انه هيخليها تكمل تعليمها. بس حمات إلهام ما كانش عاجبها الكلام ده كله، خصوصا انها كانت شايفة ان ابنها بيحبها حب مبالغ فيه، وبتقول على إلهام انها اكيد سحراله. بس السبب اللي خلاها توافق هي كمان على الجوازة انها قالت تجيب إلهام تخدمها وتخدم ولادها، وشرطت ان الجوازة تكون في بيتهم، بيت العيلة. الفرح تم، وبعد اول اسبوعين عسل رجع جوز إلهام لشغله واللي كان في السويس، وكان سفره بيطول جدا. وابواب الجحيم اتفتحت على إلهام لان حماتها ما كانتش بتخليها تقعد في شقتها وتخليها تنزل طول الوقت تخدمها وتخدم اخوات جوزها وكمان مراتاتهم. وإلهام صابرة ومستحملة عشان خاطر جوزها، وبتقول انه المهم ان هم بخير وانها شايفة تعلمها زي ما كانت بتحلم. ده غير ان جوزها كان كل ما يرجع من الاجازة يقول لها انه مش عايز مشاكل، فعشان كده بطلت تشتكي وتتكلم. إلهام عرفت انها حامل، وهنا حماتها استغلت الفرصة بانها تقعدها من التعليم، وعملت مشاكل وخناقات كبيرة وكتير لحد ما نفذت اللي في دماغها. وعدت سنة وإلهام جابت بنت، وكل حاجة زي ما هي، وحماتها منغصة عليها حياتها. وفي يوم إلهام فتحت معاهم موضوع انها عايزة تكمل دراستها، وانها خلاص البنت كبرت وممكن تقعد مع امها او حتى مع حماتها. بس طبعا حماتها الكلام ما عجبهاش وعملت خناقة معاها. إلهام خدت بنتها وراحت عند مامتها بتشتكي لها من الحال اللي هي عايشة فيه، وكأن قلبها كان حاسس يومها انها يحصل لها حاجة. سابت بنتها اللي عندها 1.5 سنة عند مامتها ووصتها عليها وسابتها ومشيت. ورجعت إلهام على بيتها لقت حماتها واقفة على السلم وبتقول لها ادخلي ونضفي الشقة. إلهام قالت لها انها عايزة ترتاح وانها تطلع شقتها، وفعلا نفذت اللي في دماغها وبعدت حماتها وطلعت على الشقة بتاعتها علشان تتفاجئ بأخو جوزها وحماتها طالعين الشقة. دخلوا عليها واخو جوزها دلق عليها جيركن تنر، وفي دقايق ولع النار فيها. إلهام بقت تجري في الشقة وتحاول تستنجد بأي حد، ولما راحت عند حماتها علشان تطفيها حماتها زقتها وسابت النار تمسك